السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هنعمل مع بعضينا السردين المملح بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا وتعجبكم. طبعا انتوا عارفين السردين والرنجة والفسيخ من الاكلات الحرشة اللي كل الشعب المصري وكل الناس بتحبها. فطبعا لما تعمليها في البيت بتبقى ارخص واوفر وانضف. فهنعملها مع بعضينا بطريقه حلوه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي وهنحضره ازاي. انا هنا هوت جايبه السردين بتاعي، عشان بس كان طبعا مطرح ما الراجل بيمسكه في الايد شطفته شطفه خفيفه، مش تشطفيه شطفه جامده، لا خفيفه جدا. وهحطه في المصفى. وهجيب بقى كده كيس الملح بتاعي، هرش حبه ملح كده حلوين عليه، لاني انا هرش عليه ملح وهركنه من الصبح بالليل ينزل كل الميه اللي فيه. كده بصوا انا هحط الملح وانطره كده اهوت، وهركنه بقى. اعملي بقى شغل بيتك، اعملي غداكي، كل حاجتك اعمليها وسيبيه. بصوا بقى انا ركنته طول اليوم، شايفين نزل ميته ازاي. هجيب بقى كده حبه ملح ياما وحبه شطه. سردين يعني ملح وشطه، فسيخ يعني ملح وشطه. هجيب كده حبه الملح والشطه وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وجيب بقى عندك علبه، اي حاجه عندك متاحه هتعملي فيها هاتيها، بس بحط فيه كيسه. هجيب بقى الكيسه بتاعتي كده وهنزل كده هعمل كفر او ارضيه من تحت كده بالملح والشطه. خلاص. وهجيب بقى السردين بتاعي كده هرصه جنب بعض كده، ايه، بالطول بالعرض بالطريقه اللي انت عايزه ترصيها. وبرده كل طبقه هرصها هحط عليها ملح وشطه ياما، كتري وبلاش تستخسري في الحاجات اللي انت بتملحيها وتركنيها. اهم حاجه الملح. هنزل كده على الوش كله كده بحبه ملح، وارجع تاني ارص السردين جنب بعض. وبرده احط فوق الوش طبقه كده تاني شطه وملح. طبعا بقى الحلوه اللي بتتفرج عليها لحد دلوقتي وما حطيتش اللايك بتاعها، يا ريت تحط اللايك والكومنت الحلو بتاعها اللي هيرفع من القناه بتاعتي، لان كلكم انا شايفه اللي انتوا بتتفرجوا على القناه وبتشاهدوا في مشاهدات، بس ما فيش لايك. ما انت لو عملتي اللايك والكومنت بتاعك هتدي فرصه لحد تاني يشوف الفيديو بتاعي، وهتدي فرصه برضو اللي انت بتقدري تعبي. ماشي. فيا رب يا رب اللي تحط لايك وكومنت دلوقتي، يا رب اللي نفسها في الذريه الصالحه ربنا يرزقها بالذريه الصالحه، اللي نفسها في صلاح حال اولادها يا رب ربنا يصلح حال اولادها وحال زوجها، ويفك كرب جميع الناس يا رب يا رب، وييسر كل امور الناس. خلاص. فيا ريت تحطي الكومنت بتاعك كده تفرحيني بيه وتجبري بخاطري بيه. هرجع بقى اكمل بقى السردين كله وهوريهولكم. بصوا انا خلاص كده السردين كله كل طبقه عملتها وحطيت عليها ملح وشطه، ودي اخر طبقه معايا بحط عليها الملح والشطه. شايفين؟ مهم جدا الملح. انا حسيت ان حبه الملح الاخرانيين قليلين، رحت مزوده حبه ملح تاني. شايفين شكله؟ بتسيبيه بقى لمده شهر، 3 اسابيع، مده كافيه يعني. فانا بصراحه بعد ما ربطته كده اهوت رحت قلت اوريهولكم تاني من قريب. بتربطيه وبتقفلي العلبه كويس بقى وتركنيها وتنسيها. ماشي. فانا بقى هفتح العلبه تاني هوريكم شكله من قريب. شايفين؟ شايفين غرقان في الملح ازاي والشطه. طبعا بقى بعد ما هيستوي هطلعه بقى هوريهولكم. طبعا انا كنت عامله الفيديو من فتره ما رضيتش انزله الا لما اطلع لكم النتيجه. بصوا شايفين الجمال. انا طلعته بقى كده اهوت بعد شهر بالظبط. رحت شطفه شطفه كويسه، وايه قلت بقى هنضفه بقى وهوريهولكم من جوه لحمه احمر، ومش قادره اقول لكم على جماله. بتطلعيه بقى بتنضفيه، تحطي بقى عليه زيت وليمون وخل، وتقطعي فلفل بقى، وشوفي بقى بتحبي تاكلي ايه جنبه. عايزه بطاطس، عايزه بتنجان، عايزه رنجه، عايزه فسيخ، الاكل اللي بتحبي تاكليه جنبه هتاكليه. شايفين جماله؟ شايفين لونه احمر ازاي؟ انا هنا كنت قليت جنبه بطاطس وبتنجان وفلفل، وحبشته تحبيشه ايه كويسه. خلاص. وانا هنا يا جماعه وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلت لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوه الحلوه واللايك والاشتراك لقناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.